ازيكم يا اصدقائي، عاملين ايه؟ دلوقتي احنا هنعمل طريقة السحب بتاعة العملات. طبعا احنا اول ما هنفتح الخانة بتاعة الاير دروب هنلاقي قدامنا المنظر ده بيقولك ان انت ممكن تعمل ستاك للعملة، مقابل ان انت هتاخد تقريبا اكتر من 100% من الرقم اللي معاك. طيب احنا طبعا الستاك ده احنا عارفين ان هو فيه شبهة حرمانية. انا شخصيا مش هعمله، وبرضو ما نضمنش سعر العملة بعد الشهر ده، لان انت هتقفل العملة اللي معاك لمدة شهر. فاحنا برضو مش هنبقى ضامنين بعد الشهر هيبقى سعر العملة كام. فانا هقفله كده وهاخد بالي ان انا مش هعمل ستيك. طيب، عندنا في اختيارين حاليا اللي هم متاحين عن طريق منصة اوكي اكس. وعلى كلام الناس بتاعت التيم بتاع البوت يعني، هيبقى السحب من خلال منصة اوكي اكس او محفظة اوكي اكس، والادراج هيبقى على كل المنصات، لكن السحب بس على المنصة بتاعت اوكي اكس ومحفظة اوكي اكس. تمام. فاحنا هنبدأ نسحب حاليا على المنصة عن طريق ان احنا نختار كليم اوف تشين. هندوس كده، هنلاقيه قدامنا هنا بيقول لك في عندك طالب منك حاجتين، عايز اوكي اكس اي دي بتاعك، وعايز الميميفاي ديبوزيت ادرس. طيب احنا هنروح نجيبهم من الحساب بتاع اوكي اكس بتاعنا. طيب انت طبعا لازم تكون عامل حساب على اوكي اكس، وتكون مفعله. اول حاجه هنختار شويه المربعات اللي فوق دي، هنلاقي فيه عندنا ده. هنروح عند السهم اللي هنا، هتلاقي اليو اي دي بتاعك، هتروح جاي دايس عليه كده، اخده كوبي، وبعدين راجع تاني للبوت. تمام، تحط اليو اي دي في الاوكي اكس اي دي بتاعك كده، وبعدين ترجع تاني للمنصة. هنعمل باك كده، باك، وبعدين هندوس على ايداع العملات الرقمية. طبعا انا كنت عامل سيرش قبل كده على العملة. انت هتروح هنا على البحث وتكتب فيها ميميفاي، وتختار منها ميميفاي. طبعا انا هوريك برضو، لان في عملة اسمها ميمي كوين، احنا العملة بتاعتنا اسمها ميمي فاي مش ميمي كوين اللي هي تاني واحدة دي. تمام، هندوس عليها كده، هيروح جاي قايل لك ان الحد الايداع بتاعنا كذا. هقول له تمام انا موافق. هعمل نسخ للعنوان بتاعي، واروح جاي رايح على البوت تاني، واروح جاي اعمل ايه بيست للعنوان بتاعي في ميميفاي ديبوزيت ادرس. تمام. بس واروح جاي دايس كونتينيو. كده انا خلاص سحبت العملات بتاعتي على المنصة بتاعت اوكي اكس. هو في كليم فيه 225 كوين، يعني هو حتى مش هيديني ال 3145 عملة اللي معايا، هو هيسحب مني 225 عملة رسوم السحب. بس برضو في اخبار طبعا انا معرفش ايه مدى صحتها، ان الناس اللي هي عملت المعاملة اللي كانت جات لها في اخر يوم هيتعمل لها مضاعفة للعملات بتاعتها اثناء السحب. وإن شاء الله بالتوفيق يا أصدقائي، وإن شاء الله كله خير، وإن شاء الله ربنا يكرمنا كلنا في العملات دي. وما تقلقوش تاني من سعر العملة، إن شاء الله سعر العملة هيكون كويس، أنا متوقع كده إن شاء الله، ومتفائل خير. يلا، مع السلامة.